حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بكم. انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم سمك بوري مشوي. مشوي في البيت. بطريقه سهله جدا 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 من غير رده يا جماعه، وكمان على البوتاجاز من فوق، مش في الفرن ولا حاجه. يعني لو ما عندكيش فرن هتعملي احلى سمك مشوي في البيت بمنتهى البساطه واللذاذه. شايفين السمك شكله عامل ازاي؟ تحفه، طري ومستوي ودايب دوبان كده. حاجه تفتح النفس زي ما بنقول كده. بصوا الجمال، بصوا حتة السمك عاملة ازاي، زبدة زبدة. والتتبيلة يا جماعة تحفة، حتة تتبيلة بقى جربوها وهتدعولي ان شاء الله. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ويلا نشوف السمك الحلو بتاعنا ده عملنا ازاي. اول حاجة هنبدأ بيها التتبيلة. عندي بقى للتتبيلة ربع كوباية من عصير الليمون، وعندي التوابل معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة، نص معلقة من الفلفل الأسود، وشطة دي طبعا حسب الرغبة، وعندي رشة من الحبهان البودر وزعتر. الحبهان والزعتر مش أساسي، لو مش متوفرين مش مشكلة، لو موجودين بيدوا طعم حلو قوي. ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، وكمان ما ننساش الملح. وبعد كده عندي بقى جزراية وطماطم متقطعة كده، حوالي طماطميتين وجزراية واحدة، وعندي قرنين فلفل، واحد رومي واحد حامي للي بيحب الحامي، وكمان عندي كزبرة خضرا يا جماعة، بتدي ريحة تحفة في السمك. بجد جربوا هتدعولي. بعد كده بقى ناخد الكلام الجميل ده ونروح على الكبة، وهنزل في الكبة بالطماطم. على فكرة لو ما عندكيش كبة ممكن تستخدمي الخلاط عادي جدا، بس في الخلاط هتبدأي بفرم الطماطم الأول، وبعد كده تحطي بقية الحاجات علشان الخلاط يشتغل معاكي. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي وبفصوص التوم، يعني حوالي كده 10 فصوص من التوم أو حسب كمية السمك اللي عندك. وبعد كده هنزل بقى بالكزبره الخضراء. جربوا يا جماعه، ويا سلام كمان لو في شبت، بس انا ما كانش موجود عندي كمان الشبت، من الحاجات اللي بتدي ريحه في السمك حلوه جدا. وانزل بقى بالفلفل الاخضر والجزر. الجزر كمان بيدي تسكيره حلوه كده، مع التوابل ومع الخضره وكده بتدي طعم حلو جدا جدا. بس بقى افرم بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه كده، علشان دي التتبيله بتاعتي اللي هتبل بيها السمك. بعد ما كل حاجه كده اختلطت كويس هنزلها بقى في بوله. شايفين بقى التتبيله بقت ناعمه ازاي وحلوه معايا، وريحتها عايزه اقول لكم خطيره، بجد خطيره يا جماعه. بعد كده بقى هنزل بباقي المكونات اللي معايا، هنزل بعصير الليمون، وهنزل بقى بالبهارات اللي معايا كلها. وبعد كده اقلب كويس، طبعا ما انساش الملح، احط كميه مناسبه للتتبيله اللي عندي. طبعا بتبل السمك، والتتبيله اللي باقيه دي بشيل اللي هيفضل معايا بشيله في الفريزر. بينفع لمره تانية لما يكون عندي سمك، طبعا بتختصر لي في الوقت كتير جدا. بطلع الكيس من الفريزر وبتبل السمك بتاعي على طول، وببقى خطوه كده انا وفرتها، او وقت وفرته ومجهود كبير جدا. بصوا بقى السمك بتاعي مغسول كويس جدا ومتنضف زي ما انتوا شايفين كده، وانا بغسله حافظت على الدهون اللي موجودة بتاعة البوري دي زي ما انتوا شايفين، لان الدهون دي وانا بشوي السمك هي اللي بتنزل بقى على اللحم بتاع السمك كده، وبتطري لي السمكية، وبتبقى السمكة معايا جوسي وطرية جدا، والدهون دي بتدي تطعيمة كمان للسمك حلوة قوي. باخد بقى السمك بتاعي واتبله بقى بالتتبيلة دي. اتبل بقى من جوه بطن السمكية من جوه، وكمان من بره، ومن الظهر كده بتاعها، ومن الوش يعني من بره كويس، علشان التتبيلة تدخل في السمكية بتاعتي، وتبقى متبلة كويس جدا وطعمها حلو جدا. بخلص بقى الكمية اللي معايا كده زي ما انتوا شايفين، وبسيب بقى السمك بتاعي في تتبيلة من ساعة لساعتين حسب الوقت بتاعك، وكل ما تسيبيه اكتر كل ما يبقى طعمه احلى. بعد كده بقى هروح على البوتاجاز، وهجيب حط عندي صينيه، هحط فيها معلقه زيت واحده، مش اكتر يا جماعه، معلقه زيت واحده، لان السمك فيه نسبه دهون زي ما قلت لكم بتنزل هي كمان في الصينيه عندي، فعشان ما تبقاش كميه الدهون كتيره. بس كده بنزل بقى بالسمك. اهم حاجه ان الصينيه كمان تكون سخنه جدا جدا، منزلش بالسمك في الصينيه الا لما اتاكد ان الصينيه معايا سخنه كويس قوي. وانزل بقى بالسمك واستنى عليه اول ما ياخد لون بالشكل ده. بصوا معايا قلبته،
على الناحية التانية. مش لازم على فكرة صينية تكون ما بتلزقش زي ما انا حاطة كده، لا عادي لو صينية ألومنيوم عادي جدا بتعملي عليها. اول ما السمك بتاعك بياخد لون بالشكل ده وبيستوي، السمكة بتتقلب معاكي بمنتهى السهولة عادي جدا. لو ما اتقلبتش معاكي بسرعة ولسه لازقة تعرفي ان هي لسه عايزة تسوية تانية. بصوا بقى بعد ما اخد السمك لون كده استوى من الناحية دي، بقلبه على ظهره بالشكل ده، علشان لو السمك بتاعي اللحمة بتاعته كتير شوية او يعني سمكية كبيرة، اتأكد انها استوت، ما تبقاش مستوية من يعني جزء استوى وجزء ني. فالطريقة دي انا بضمن ان السمك كمان معايا استوى كويس جدا. اهو كده بوقفه شوية على الظهر بالشكل ده، وبعدين برجع اقلبه على الناحية التانية برضو علشان اتأكد ان هو استوى كويس قوي. بقلبه كده على الناحيتين واتأكد ان هو اخد اللون وان هو استوى كويس جدا، وبالراحة بقى ابدأ اطلع السمك بتاعي زي ما انتوا شايفين كده اهو، بالراحة جدا عليه لان هو لما بيستوي طبعا بيبقى طري جدا ما بيبقاش مستحمل. بصوا على النار من فوق من غير فرن من غير اي حاجة، بمنتهى السهولة والبساطة، ما خدش اي وقت زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى كمية الدهون اللي نزلت، زي ما قلت لكم ما تكتروش لان فعلا السمك البوري بيبقى فيه نسبة دهون كبيرة فبتنزل معايا. يعني بصوا انا شويت السمك الكمية كلها بمعلقة الزيت الواحدة اللي انا حطيتها في الاول. وبصوا بقى شوينا السمك من غير ردة، من غير ولا نقطة ردة واحدة، واستوى معايا وبقى زي الفل، ولا اتهرى مني ولا باظ مني ولا وانا بقلبه اتبهدل مني. كان ماسك نفسه وتحفة، احلى من ابو ردة بكتير قوي. وطبعا في ناس بتعشق السمك اللي بالردة، بس في ناس كتير مش بتحب الردة وهي بتاكل السمك بتضايقها شوية، فدي طريقة للي مش بيحب الردة. هتشويه في البيت مش هتوديه بره تاني، لان بجد الشوي في البيت بيبقى لو جربتيه بالطريقة دي بدل ما تنزلي وتدفعي فلوس عشان تشوي السمك بتاعك، لا هتشويه في البيت وانتي قاعدة ومرتاحة وهيطلع معاكي زي الفل زي ما انتي شايفة كده. بصوا السمك بجد طعمه حلو جدا جدا، والتتبيلة يا جماعة بجد والله خطيرة جدا. كمان السمك معايا جوسي جدا لان احنا حافظنا على الدهون اللي موجودة في السمك، واحنا بنغسل السمك حافظنا على الدهون دي، لان الدهون دي هي اللي نزلت بقى على السمك وهو بيتشوي، وفضلت بقى تنزل على اللحمة بتاعة السمك وخلت السمك بتاعي طري وجوسي وفي منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. اعملي التريكات دي زي ما بقولك كده وهيطلع معاكي السمك حلو جدا جدا، وان شاء الله تجربوه تعملوه ويعجبكم جدا. وهستنى بقى رأيكم وتعليقاتكم وتطبيقاتكم لان بجد رأيكم يفرق معايا جدا ويهمني جدا جدا. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. ويلا بقى باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي.